السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد، وكمان الكورس الثاني المخصص من سلسلة كورسات الشبكات المخصصة لاختبار اختراق شبكات الواي فاي. في الكورس ده ان شاء الله هنتكلم عن هجمة الليفل 2 اتاك، وللي ما يعرفش الهجمة دي فهي هجمة اسرع وافضل بكتير من ان احنا نعمل توقع، لان زي ما قلنا ان التوقع كلمة السر الخاصة بالواي فاي بتكون مبنية على الورد ليست اللي انت عاملها، فلو الورد ليست دي ما فيهاش الباسورد الموضوع فشل معاك. لكن احنا هنا بنتكلم عن شيء مضمون 100%. ايه هو او بيتم ازاي؟ مبدئيا ده الكورس على يوديمي، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. الهجمة دي بتشتغل يا شباب بطريقة جميلة جدا. ازاي بيتم بقى؟ تعالوا كده نوضح بالصور. ده اللي احنا شارحينه في الكورس. الهجمة بتتم على اساس ان احنا بنعمل ديسكونكت للشبكة الاصلية. ديسكونكت ده يعني ايه يا شباب؟ يعني نعمل فقدان للاتصال في جهاز 2 3 10 اجهزة متصلين بشبكة اسمها مستر روبوت. فاللي بيحصل ان انا بعمل لكل الاجهزة المتصلة بالشبكة دي فقدان للاتصال، وبعدين اروح اعمل لهم شبكة وهمية، نقطة اتصال وهمية اسمها اكسس بوينت وبنفس الاسم بالظبط. اللي بيحصل هنا بقى ايه؟ ان انا دلوقتي لما اجي بقى ادوس على الشبكة دي عشان افتحها، طبعا هو هيدوس على الشبكة بتاعته مش هيلاقي اتصال، يجي دايس على الشبكة التانية هيقول له ايه؟ هيتطلب منه عملية تسجيل دخول، وده اللي بيحصل هنا، تسجيل الدخول لشبكة الواي فاي بتاعتك. هنا لما بيتم عملية تسجيل الدخول بيقول له اكتب الباسورد بتاع الشبكة، ولما الباسورد ده بيتكتب بشكل صحيح بنقدر نحصل على الباسورد ده، بيجيلنا على الليسنر وتبدأ عملية الليفل 2 اتاك تخلص والشبكة بتاعته تتصل عادي جدا. طيب ده اللي اي حد بيشرحه في اي كورس. ايه الجديد بقى اللي احنا عملناه؟ اثناء تسجيل الدخول بالشبكة بنعتمد على بروتوكول معين، وفي البروتوكول ده احنا بنقدر نتحكم فيه. فمثلا في الصورة اللي انتوا شايفينها دي احنا نقدر نتحكم في الاي بي اللي بيدخل فيه عن طريق المتصفح. فممكن بدل ما نخليه يدخل على الرابط ده نديله اي بي من سيرفر الاباتشي، وده اللي احنا شرحناه في الكورس وعرفكم على محتوى الكورس دلوقتي. فنبدأ لما نديله اي بي من سيرفر الاباتشي نبدأ نستغل الموضوع ده مع اداة البيف. فمثلا الشخص ده دلوقتي فتح بالاي بي ده الخاص بالشبكة بتاعته، تمام زي ما احنا متفقنا. احنا هنا بقى نقدر نعمل له ايه؟ احنا هنا نقدر نعمل له حاجتين مهمين جدا. اولهم الاكسبلويت، ان احنا ننزل له بايلوت على جهازه، والبايلوت ده يكون مشفر ومدموج باقوى حاجة يتخطى اي حماية. والفكرة التانية ان احنا نعمل سوشيال انجينير زي اللي في الصورة كده، يعني بدل ما نخليه يتصل بشبكة الواي فاي نقدر نطلب منه ان هو يسجل بالجيميل بالباسورد باي حاجة. وكمان نقدر ان احنا نسحب ملفات الكوكيز، ودي اللي اسمها بالعربي ملفات تعريف الارتباط. يعني يا شباب اي موقع هو بيدخل عليه وبيسجل دخول الباسورد واليوزر نيم بيقدر يوصل لنا احنا. تعالوا بقى نروح على محتوى الدورة. مبدئيا الكورس مخصص للمبتدئين تماما، فاحنا عندنا هنا سيكشن كامل مخصص لاساسيات اللينكس، عشان انت لو ما عندكش اي اساسيات في نظام اللينكس نظام التشغيل. عندنا السيكشن الثالث بيتكلم عن البنتريشن تيستينج بالاكسبكتد، اللي هي عملية التوقع اللي اتكلمنا عليه في الكورس اللي فات. وبعدين هنا بنبدأ نشرح الهجمة بتتم ازاي، وهنا بنشرح 3 ادوات مختلفة، الطريقة اللي بيتبني بيها الهجمة دي، ولكن ده اي حد بيعمله اي حد بيشرحه. اللي احنا بقى شرحينه جديد ان احنا هنعمل build للأور ايفل توين سيستم، يعني احنا هنعمل شبكة وهمية بالفعل create our access point. وهنا في اخر سيكشن بنتكلم عن استغلال الثغرة اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي والدخول على اللينك، ودي الفكرة اللي احنا هنعملها، وحاليا شغالين على الفكرة دي وان شاء الله يتم اضافتها في التحديث الجديد للكورس. بس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.